هل عمرك شفت زوجين بيتحركوا في نفس الاتجاه لكن واحد فيهم كسر قمة والتاني فشل؟ هل ده صدفة ولا رسالة خفية من صناع السوق إن في حركة قوية جاية؟ أقولك كمان شوية، بس خلينا نشوف الصورة دي الأول. اللي حضرتك شايفه ده زوج اليورو دولار والباوند دولار في نفس الاتجاه، ولكن في سر غريب جدا. بص هنا على القيعان، هتلاقي إن زوج منهم سحب القاع والتاني ما سحبش القاع، وده ال SMT موضوع حلقتنا النهاردة. يلا بينا وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كارم محمود، مؤسس قناة كارم PO3 ومتداول بخبرة 4 سنوات في أسواق الفوركس. النهاردة أتكلم معاك عن واحد من أهم المواضيع في التداول حرفيا، وهو كنز حرفيا بيكشف لك الحركة قبل ما تحصل. حضرتك تقولي حلو، أقول لك لا مش حلو، لأن في وقت ما بتكون اللي أحكي لك عنه في حلقة النهاردة بيكون على الجانب الآخر آلاف من المتداولين بيكونوا ضحية للسوق في الوقت ده، وهو ال SMT. تعريف ال SMT ببساطة Smart Money Tool هو اختصار ل SMT، أداة بيستخدمها المتداولين عشان يحددوا الاتجاه القادم بناء على مقارنة بين أزواج مترابطة زي اليورو دولار والباوند دولار. ال SMT بيكشف الانحراف Divergence بين زوجين بيتحركوا عادة مع بعض. الفكرة الجوهرية، صناع السوق مش بيشتغلوا بوضوح، بيسيبوا إشارات في السوق عشان اللي فاهم يلقطها. واحدة من أهم الإشارات هي SMT Divergence. لما زوج يكسر قاع أو قمة والزوج التاني المترابط ما بيعملش كده، هنا بيكون في انحراف متعمد، وده معناه في حركة عكسية جاية أو في تراب لسيولة جاهزة. أنواع ال SMT. ال SMT ليه نوعين، ترابط إيجابي وترابط سلبي. ما تقلقش، الموضوع بسيط جدا. أولا الترابط الإيجابي زي اليورو دولار والباوند دولار، اليورو ين والباوند ين، يورو كندي وباوند كندي. الأزواج دي بتمشي في نفس الاتجاه أغلب الوقت. بنتوقع أن كل واحد منهم يعمل قاع أعلى من القاع اللي قبله، لكن لو واحد فيهم فجأة كسر القاع والتاني حافظ عليه، هنا حصل SMT، وده معناه إن الزوج اللي كسر القاع زي الباوند شكله ضعيف، واللي حافظ على القاع زي اليورو هو الأقوى، وغالبا هو اللي السوق هيمشي في اتجاهه. يعني إيه؟ يعني ندخل شراء في اليورو دولار ونتجنب الباوند. نفس الفكرة بتحصل لو الاتجاه هابط، اللي حافظ على القمم هو اللي نبيع عليه، واللي كسر القمة ممكن يكون فخ لجذب السيولة. ثانيا الترابط العكسي زي يورو دولار مقابل مؤشر الدولار المسمى بداكس. دول دايما بيتحركوا عكس بعض. لو اليورو نازل المفروض الدولار طالع، لكن لو حصل الآتي، الدولار كسر القمة واليورو ما قدرش يكسر القاع، يبقى حصل تناقض Divergence يعني SMT، وده معناه إن الدولار بدأ يضعف واليورو ممكن يبدأ يصعد، ودي إشارة قوية نبدأ عليها سيناريو انعكاس. إمتى نثق في ال SMT؟ في شرطين أساسيين. واحد يحصل عند منطقة اهتمام زي الأوردر بلوك أو فير فاليو جاب، عملت عنهم حلقات قبل كده. 2 يحصل في الوقت المناسب زي جلسة لندن أو نيويورك. لو الشرطين اتحققوا تبقى فرصة قوية جدا، ودي الصفقات اللي السمارت ماني بيدور عليها. أمثلة على الترابطات المهمة: ترابط إيجابي يورو دولار مقابل الباوند دولار، أسترالي دولار مقابل نيوزيلندي دولار، يورو ين مقابل باوند ين، أسترالي كندي مقابل نيوزيلندي كندي. ترابط عكسي كاكبار يورو دولار مقابل مؤشر الدولار، باوند دولار مقابل مؤشر الدولار، أسترالي دولار مقابل مؤشر الدولار، نيوزيلندي دولار مقابل مؤشر الدولار. خلاصة الحلقة، ال SMT بيساعدك تكشف نية السوق من خلال التناقض في حركة الأزواج المترابطة. لما تلاحظ SMT في منطقة اهتمام وفي وقت مناسب، اعرف إن في تحرك متعمد من المؤسسات، ودايما ادخل مع الزوج الأقوى اللي حافظ على القمم أو القيعان،
وتجنب اللي بيكسرها لأنه غالبا فخ. في الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن الBO3، النموذج الأقوى في التداول بدون مبالغة، وبيساعدك تحقق ربح مستمر ومستدام بطريقة سهلة وبسيطة. ودلوقتي السؤال لحضرتك، كم مرة وقعت في فخ الSMT؟ وهل كنت تعرف الأداة دي ولا لأ؟ بالبلدي كده، تدي الأداة دي كم من 10؟